حسبت يعني حلل المقدار الآتي. حلل المقدار الآتي 20 إكس تربيع. ال20 عواملها من وين جايتني؟ كثير إلها عوامل، بختار أنا العوامل اللي تناسبني. ممكن 10 ضرب 2، والإكس منين جاي؟ من إكس ضرب إكس. طبعا هون عندنا علامة ضرب كمان. 10 هل هي بأبسط صورة؟ هل هي عدد أولي؟ لا، أنا لازم أوصل بالتحليل للعوامل الأولية. 10 منين جايتني؟ جايتني من 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب إكس ضرب إكس. إذا أنا حللت للعوامل الأولية. 5 جاي من 5 ضرب 1، إذا هو عدد أولي. بهاي الحالة أنا أنهيت التحليل كامل. طب 20 بقدر أحللها بطريقة ثانية؟ نعم بقدر، اللي هي 20 إكس تربيع. نكتب لك إياها بلون ثاني عشان نشوف الطريقة الثانية. وقفة. الطريقة الثانية أنا عندي 20 إكس تربيع. إجا أحد طالباتنا حكت لي يا مس لا، 20 مش 10 ضرب 2، هي برضو جاي من 5 ضرب 4. حللت أنا 20 لعواملها الأولية، 5 ضرب 4، والإكس تربيع جاي من إكس ضرب إكس. إذا هون 4 هل هي من العوامل الأولية؟ لا، لأنه 4 لها تحليل. جايتني 4 من 2 ضرب 2. إذا أنا 4 هون لازم أحللها، أرجعها للعوامل الأولية. 5 راح تنزل، راح نحكي ضرب. 4 عواملها 2 ضرب 2 ضرب إكس ضرب إكس. إذا شوفوا سؤالين حليتهم بالعوامل تاعتهم. هون أنا 10 ضرب 2، وال10 تحللت ل5 ضرب 2، إذا هي العوامل الأولية. وهون 5 ضرب 4، وال4 مش عامل أولي، اضطرينا نحلله. إذا 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب إكس ضرب إكس. إذا نفس الناتج راح يطلع معي إذا كانت خطواتي صحيحة ومتبع جداول الضرب معي صحيحة، راح يكون معي نفس الناتج.